السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. النهاردة نعمل مع بعض كده كيكة يعني بالشوكولاتة. سهلة كده وبسيطة ومش هتاخد معاكي دقايق وانتي واقفة على المطبخ. احنا حطينا هنا كوباية سكر، وحسب ما بتحبي تحليتها يعني كوباية سكر، او كوباية وربع، وكوبايتين لبن، وربع كوباية كاكاو، بس يكون كاكاو يعني يكون خام عشان يديكي سمك حلو، وفي نفس الوقت ايه، الكاكاو الاسباني ده يعني بيكون نوع نضيف. وكوباية وربع او تلت كده زيت، ورشة فانيليا، وحبيتي ان انا طعامها زيادة هحطي كيس لبن، اللي هو لبن النيدو، او معلقتين، في معدل معلقتين. تضربي بقى كده في الخلاط لحد ما السمك مع الزيت هو يخليها تتقل بسرعة معاكي زي ما انت شايفة كده. بص سمكها بقى عامل ازاي. ممكن بقى لو عندك يعني كام واحدة بندق كده تطحنيها معاها، برضو هتدي طعم جميل قوي. انا شلت شوية حطيتهم في بولة صغيرة كده، دول اللي هحطهم فوق الوش. هكمل على الباقي بقى، احط 3 بيضات، وحطي معلقة خل، وبرضو حبة نص كوباية لبن، وحبة فانيليا، برضو بتاع معلقة صغيرة فانيليا تاني عشان حطيتي البيض. يبقى الثلاث بيضات ونص كوباية لبن بس، يعني اخفف بيها شوية السوائل كده، والثلاث بيضات. ده كيس بيكنج باودر، كيك شيف بقى، والنوع اللي انت بتحبيه، بس بحس ان كيك شيف يعني بينفش الكيكاية معاكي. انا مش هعملها في صينية يعني سمكها عالي، المرة دي هعملها في صينية زي الصينية، يعني عايزاها تطلع الحتة زي البراونز كده، ما تبقاش عالية ولا هشة ولا كده، يعني تبقى سمكها كده زي البراونز بالظبط. يعني هي مش تاخد معانا برضو في الفرن، يعني مفيش يعني، كل لما تبقى سمك الكيكاية مش عالي ما بعملش يعني مش تقعد معاكي كتير في الفرن. انا ما حطيتش السوائل الكيكة كلها عشان هما كانوا عايزين يعني كب كيك، فقلت اعمل كام واحدة كب كيك. انا ما عنديش القالب بتاع الكب كيك، رحت حاطه في الورق كده وحطيته في صينية، وعادي هيطلع حلو برضه. هو طلعت من الفرن، استنيتها بردت شوية. البولة اللي فيها الشوكولاتة، الحبة اللي انا شلتهم حطيتها في التلاجة شوية، طلعتها بقى دلوقتي. وايه، تبدأي بقى ان انت ايه ترشيها على الكيكاية كده. زي ما قلت لك، لو عندك 5 6 بندقات كده تحطيها، تدي طعم حلو قوي، هتبقى عاملة زي النوتيلا كده. فتطحنيها معاها تدي طعم جميل، او عين جمل، بندق او عين جمل، اي نوع مكسرات كده هيدي طعم جميل قوي مع الكيكايه، هتبقى حلوه قوي. انا هي المفروض هنا تقعد في الفرن، اسفه في التلاجة شويه تمسك بقى، بس هم صراحه ربنا بقى ما كانش ايه يعني صابرين، قالوا لا. قطعتها في ساعتها، بس هي تقعد في شويه يعني. احنا كلناها تاني يوم، الشوكولاته اللي انا حطيتها فوق الوش عملت زي طبقه كده، طبقه سميكه كده، كان شكلها جميل، كان نفسي اوريها لكم بصراحه، بس بقى ده كان تاني يوم. فكل ما تقعد في التلاجة تمسك كده، هي دلوقتي مسكت برضو، بس مش التماسك الجامد يعني. آه تبقى طعمها جميل، وتدي طبقة من فوق الوش كده شوكولاتة، بتبقى جميلة. انا اطلع لكم كده قطع كده، هي هشة وطرية كده، وطعم الشوكولاتة فيها اللي هو الكاكاو الخام دوت، بيبقى جميل، وبالذات الاسباني يعني بنصيحة. يعني حتى لو هجيب يعني كمية قليلة، لا يعلى على الكاكاو الاسباني. بصوا، هي سمكها ولا عالي ولا يعني واطية قوي ولا عالية قوي، هي حلوة كده في الوسط، هشة من جوه وطعمها جميل، وشاربة من شوكولاتة كده، من كاكاو، طعمها جميل. يا رب تعجبكم، ودي حاجة بسيطة ويا ريت كده متنسونوش في اللايك واشتراك في القناة، ودعموا لي يعني الجرس كده ولايكات كتير بقى لو الكيكة جربتوها وعجبتكم. متشكرة لكم قوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.